أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت فاكر إن أنت هتتساب كده؟ وأنا أقول لك أنت افتكرت إن أنت حر، صح؟ لا لا لا، أنت مش حر، أنت عبد وأنا عبد. بس أنا بفكرك بالكلمة دي وهقولها لك كذا مرة في الفيديو ده. أنت عبد. يعني إيه عبد؟ يعني كل حاجة بتعملها هتتحاسب عليها. عارف إمتى تبقى حر بالمفهوم الخاطئ؟ إن أنت تعمل كل حاجة وما تتحاسبش، ساعتها تبقى حر. هل أنت تقدر تعمل كل حاجة وما تتحاسبش في الآخر؟ لا، هتتحاسب، وكل حاجة أنت عملتها هتلاقيها موجودة. فحته اصل انا حر بقى، اصل انا اعمل اللي انا عايزه، اصل مش عارف ايه، وانت مالكش دعوه بيا يا عم، مفيش مشكله، احنا كبني ادمين مالناش دعوه بيك. اعمل يا عم براحتك، عيش حياتك، بوظ الدنيا، صاحب، اشرب، روح، ما تصليش، كل الكلام اللي انت عايزه تعمله اتفضل اعمله. بس لما يجي لك الموت عايزك بقى حر كده، وعايزك ناشف كده وجامد. ولما يجي لك ملك الموت قول له لا مش دلوقتي، بعدين لما ابقى اتوب ابقى تعالى لي. انا عايزك تعملها، مش هتعرف. فانت يا حبيبي مش حر والله، انت عبد. يعني كل اللي انت بتعمله ده هتتحاسب عليه. ولو تبت لربنا سبحانه وتعالى ورجعت لربنا سبحانه وتعالى الملك، والله العظيم والله العظيم يبدل لك سيئاتك دي حسنات ويخليك من اهل الفردوس الاعلى. مهما انت كنت عملت، مهما قصرت في حق ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو اتكلمت على الناس واغتبت الناس، ممكن تتوب وتستغفر للناس وترجع بني ادم نظيف واحسن من الاول. بس الجمدان اللي موجود جوه قلبك ده، واللي هو انا والحديد التنى، لا لا لا، انت اللي هتتنى في الاخر مش الحديد. فخلي بالك يا حبيبي ان انت مش حر. انا بس جاي افكرك بالايه: ايحسب الانسان ان يترك سدى.